بمقابر سجون المغرب. الحمد لله محرم الظلم، الحمد لله محرم الظلم ومذل اهله، والصلاة والسلام على حامل لواء العدل في سلمه وحربه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الحضور الكرام، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله صنيعكم وتقبل نصرتكم وبارك في جهودكم. إن هذا اليوم التاريخي منعطف هام يستحق التأمل، ووابل صيب لتطهير الأرض من رجس الظالمين، ونذير شؤم على أوتاد الاستبداد في بلدنا الطيب. إنه اليوم الذي جمع الله فيه أحرار الأمة وطلاب العزة والكرامة ليقولوا بصوت واحد للمستكبرين: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أيها الحضور الكريم، لقد أشرقت شمس التحرر من رفقة الخنوع والاستكانة في مارس في أقدار شقيقة، ولا تزال أخرى تعيش مخاضا عسيرا تقتضيه طبيعتها وظروفها الذاتية والموضوعية. أما في بلادنا فقد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولا يفصلنا عن أسفار الحق إلا لحظات يسيرة، وإننا على موعد مع صبح جديد لا مكان فيه لخفافيش الظلام ولا لأذناب الفراعنة. أيها الشرفاء، أيها الأحرار، يا أهل العزة والإباء، ويا شباب الأمة الغراء، الله بالمستضعفين، الله بالمقهورين. قد حان وقت الإحياء أمجاد أجدادنا الذين لم يرضوا يوما بالظلم ولم يناموا قط على الخير. إن أعين أمتكم ترمقكم فلا تخيبوا آمالها فيكم. كونوا ستارا لقدر الله القائم بهلاك الظالمين ونشاة المستضعفين. أيها الحضور الكرام، أيها الحضور الكريم، إننا ندفع ضريبة العز وراء الخطاش. أيها الحضور الكريم، إننا ندفع ضريبة العز وراء الخطاش، وخلف الأبواب نرفع في البيوت ونبدأ بنار الظلم والهوان. لكننا عهدا قطعناه على أنفسنا، لن تؤتوا من قبلنا ولن نأخذ لكم ما بقي فينا عرق ينبض وعين تقوم، ولن نبيع ديننا ولن نساوم بيدنا ومبادئنا بإذن الله تعالى. فلا نؤتى من قبلكم، إنكم على خبر عظيم وأمر جليل. فخذوا إلى أهمية واستصحبوا معالي الأمانة وطور الوسائل ونبل المقاصد، ولا بد من ترسيخ معالم الصفاء وعلو الهمم. إن المرحلة تقتضي جيلا يتحمل اللأواء ويسترخص الغالي والنفيس إعلاء لكلمة الله ونصرة للحق، جيلا يأخذ بحزم وعزم لا يفل حديث الأرض أجمعه. أيها الحضور الكريم، حفظكم الله بكل سوء وزدنا قرآنكم وجمعكم على الحق ووفقكم لبلوغ مراد الله منكم. وإننا على أمل أن تستعيد أمتنا أمجادها ويعانق الأسرى حريتهم، ويسمع الله شمل من فرق الظالمون شملهم، وتعود الزكالى واليتامى والأرامل، وينعم الجميع تحت سماء العدل الرحماني، ونرى ما يشفي الله من صدور المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.